سمعيني مليح. اذا العيد يخليك تتعبي تصرفي فوق طاقتك وتكملي نهار وانتي داخل مكسره بصح قاعده تضحكي وتجاملي في الناس هكيك بك على حساب روحك، هذا مش عيد، هذا استنزاف مغلف بالمجاملة. اليوم جبتك تحدي 24 ساعة برك عيد بسيادة للوفرة. كيفاش تفرحي بصدق، تحمي طاقتك، تحمي جيبك ومصاريفك، وتحطي حدودك بلطف بلا ما تحسي بالذنب وبلا ما تدخلي في صدام مع حتى واحد. وفي الاخر خلاص راح نعطيك جمل واجده جاهزه تقوليها وقاعده بسيطه خلاص للمصاريف تخرجك انت والرابحه. في هذا الفيديو راح نمشيو في 4 محطات عمليه، وكل محطه فيها خطوه تقدري تطبقيها من درك. اذا بغيتي العيد هذا العام يعدي لك ولا يولي نعمه وصحه ليك ولعائلتك، مش مصدر ضغط وهرج وحزن. كملي معايا للاخر. قبل ما نبداو قولي لي في التعليقات بكل صراحة وش هي أكثر حاجة تعبك في العيد؟ هل هو الصرف والمصاريف، القعدة والضيافة، ولا المقارنات والقيل والقال، ولا التعب والخدمة في الدار؟ اكتبي لي راني نقرا كامل تعليقاتكم. المحطة الأولى خلاص لازم نحكيو عليها، هي إنه لازم نفهموا باللي الوفرة في العيد مش هي إني نشري ونبدر. بزاف نساء يربطوا القيمة العيد وقيمتهم هما بما بلازم ندير كلش كامل، ولا لازم الطابلة تكون هكا، ولازم اللبسة هكا. شوفوا يضغطوا على أرواحهم يصرفوا فوق طاقتهم، ونهار العيد يدخل عليهم في واحد الحالة فاشلين عيانين، وفي الليل يرجع لهم هذاك الشعور بالذنب. الوفرة مش هي اني ندير كلش، الوفرة الحقيقية هي انه نعيش العيد انا بسلام داخلي، نعيد بسلام داخلي. شوفي كاين وقت فات كنت كيفك نحوس نرضي كامل الناس، ندير هادي وندير هادي، نوجد كلش بزيادة، وفي الاخر وشية نهار العيد نلقى روحي انا الطايحة، انا العيانة، وناس كامل تفرح وانا نكون فارغة من الداخل. تم عرفت بلي انا كي نضحي بروحي على جال مظهر مش على جال عيد. وفعلا انا كنت هك، كنت نضحي على جال المظهر، او يعني ظاهريا مش على جال العيد اصلا. فلان يحب هادي ندير له هادي، فلان هادي نخدم مش ما يقولوا لي، فهمتني؟ دونك انا حبيتك ديري لي تمرين صغير، خلاص شدي لي ورقه وقلم ولا حتى في تليفونك واكتبي لي انا نحب العيد يكون، واختاري لي اي كلمه، يعني بس حتكون كلمه واحده برك. هل حبيته يكون راحه، هل حبيته يكون لمه، هل حبيته يكون خفه ولا روحانيه؟ دونك الكلمه اللي تخيريها هي اللي راح تقودي بها 24 ساعه الجايين. يعني اي حاجه تبعدك على هذه الكلمه تقولي لها لا لا. دونك سنين ما تروحيش بعيد. المحطة الجاية مهمة بزاف، راح نعطيك قاعدة مصاريف بسيطة يا اخي تخليك تعيدي بالشين وصباع بلا ما تطيحي في فخ تندير كيما دار فلان ولا فلتانة. يا اخي ام فلانة دارت. دونك المحطة الثانية هي المال والمصاريف. شوفوا المرأة السيادية وش دير، ما تقولش نصرف وخلاص والعيد يجي خطرة في العام. لا لا، المرأة السيادية تقول انا نوجه رزقي بوعي. عقلية الوفرة وش معناها؟ معناها انك تصرفي عشوائيا حتى يفرغ الكونت. هذه هي الوفرة. لا، الوفرة هي عبارة على قرار واعي. شوفي اليوم قبل ما تبداي تصرفي ديري لي قاعدة 3 أظرفة، حتى ولو ورقة هكا طبقيها لي ولصقيها لي بسكوتش ولا غير في راسك، ولا المهم قسمي لي الميزانية تاعك. الظرف الأول راح يكون فرحة العيد. يا اخي ما يبيليش هكا بتي كادو، ما يبيليش انايا كاطو ولا حاجه تفرح الاطفال، دبري راسك. الظرف الثاني راح يكون للبيت. كي نقول البيت انا الحوايج الضروريه اللي تستحقوها صح بلا زياده، الحاجه اللي ضروريه فعلا. والظرف الثالث تكتبي لي فيه انا، هذه انا وشي هذا خليه لروحك للادخار ولا حاجه ما بيليش انها تثبت الاستحقاق تاعك. حتى لو كان المبلغ اللي عندك صغير خلاص البركه تجي وقتها. كي نعرف نقسم انا البركه تجي من النظام والتقسيم ماشي من الكثره. دونك قولي لي في التعليقات وشي اصعب حاجه عندك، تقولي لا للحوايج الزايده، ولا تحدي مثلا سقف وميزانيه ما تفوتيهاش. اكتبي لي لا ولا اكتبي لي سقف، لانه في المحطه الجايه راح ندخلوا في العلاقات ونعطيك جمل واجده تقوليها للعائله وللناس بلا ما تسبي مشاكل. المحطه الثالثه وهي الاهم، وهي حدود العائله بلطف. هنا بزاف نساء يضيعوا الطاقه تاعهم،
ضغط العيد اللي يجي من طلبات زايدة، ما يعجبنيش تعليقات، مقارنات تاع علاش ما درتيش هكا، علاه فلانة دارت هكذا ودارت هكذا. دونك الحدود ماهيش قسوة ومش قلة أدب على فكرة، الحدود هي أعلى درجات الاحترام للنعمة والطاقة اللي ربي حطها فيك. انت ربي سبحانه عطاك طاقة وعطاك نعمة، دونك انت كي تحطي الحدود تاعك راكي حميتي النعمة هذه، كي تحمي وقتك وطاقتك راكي تحمي في فرحة العيد في دارك. فهمتني؟ دونك سمعيني مليح، الله يسترك، اسمعيني مليح، ماشي لازم تبري بزاف ومش لازم تدخلي في صراعات، جملة قصيرة، ابتسامة خفيفة، خلاص شوفي هاد الجمل وحفظيهم لي. إذا طلبوا منك مثلا جهد فوق طاقتك، يعطيك الصحة ربي يبارك، اليوم والله حابة نرتاح شوية ونعاونك من بعد، عادي جدا. إذا ضغطوا عليك مثلا في المصاريف ولا في المقارنة، الله يبارك بصح هذا الشيء أنا اللي نقدر عليه وهذا هو اللي يخرج عليا العام هذا، ما تدريش العام الجاي إن شاء الله نكون في أفضل حال. يا أخي إذا فتحوا موضوع فيه قيل وقال وقلقوك، دونك لا أوكي نسمع فيك، بصح اليوم والله عيد، ماذا بيا نبدلوا الموضوع ونحكيو في حاجة تفرح. شفتي؟ دونك هنا بدون زعاف، بكل هدوء. دونك قولي لي وشي اكثر جمله تقلقك وتجرحك في العيد، كتبيها لي في التعليقات بلا تفاصيل اذا حبيتي، غير باش نفرغوا هذيك الشحنه السلبيه درك ونخلوها مورا ظهورنا. اللحظه الاخرى خلاص، وهي اللحظات الروحانيه اللي خلينا نقول ثبت لي الوفره. انا هاد اللحظه المحطه الاخيره خلاص، وهي شوفوا العيد شعيره من شعائر الله عز وجل، صح ولا لا؟ يعني الأصل فيه هو وشي هو الاتصال بالخالق والفرحة الروحانية ولا الروحية، باش نكونوا ماشي غير المظهر والماعون والطابلة والحم وجري. يا أخي دونك غدوة صباح قبل ما تبداي الجري والخدمة وقبل ما تخرجي وتشوفي الناس، قعدي مع روحك دقيقة، خذي لي نفس عميق وقولي الحمد لله 3 مرات ببطء، ببطء جديد شديد شديد شديد، وتدبر، وتحمدي ربي 3 مرات. بعد اكتبي لي نية اليوم في قلبك، يا ربي اليوم راني ناوية نعيش العيد براحة بحدود بامتنان للنعم اللي عطيتيها لي، وادعي بهذا الدعاء المختصر، قولي يا الله بارك لي في وقتي واهدني لقراراتي وخلي فرحتي فرحة سلام وأمان. باقي دقيقة معايا ونختموا برك، هذه الدقيقة اللي راح تخليك تاخدي خطوة حقيقية إن شاء الله، وما يبقاش هذا الكلام مجرد فيديو شفتيه وفات. درك القرار عندك، إذا حبيتي العيد هذا يكون بداية جديدة في حياتك وين تعيشي بسيادة واستحقاق، مش ضغط متكرر كل يوم تعيديه كل عام نفس الأخطاء. أول حاجة روحي ديري لي تابعي لي هذا القناة واكتبي لي هنا في التعليقات قرارك اليومي. اليوم قراري هو الراحة، ولا قراري هو حماية ميزانيتي، ولا يا أخي إذا كنتي حابة بصدق تبدلي عقلية الوفرة والاستحقاق من مجرد أفكار وأوهام يا أخي إلى منهج ونظام تطبيقي تعيشي به كل يوم، انضمي لبرنامج سيادة مايندسيت أو سيدة الوفرة. رابط التسجيل راهو كاين في البايو. تمنياتي ليكي بعيد مليء بالسيادة والسلام والحب والوفرة وصحة عيدكم، ونشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.